شنو وقع لنرجس في ليله الحنه؟ هاد البنت اللي باقي لها نهار العرس ديالها غتمشي مع صحاباتها للحمام، غادي يعيشوا دوك الاجواء والطقوس ديال العروسه. ففي العشيه غادي تقصد الصالون باش توجد راسها، ولكن نرجس ملي غادي تمشي لذاك الصالون ما باقيش غادي ترجع للدار. فين مشات نرجس؟ شنو وقع لها بالضبط؟ هاد الاسئله اللي كانوا تطرحوهم العائله ديالها. اما البوليس المغربي غادي يضربوا بالشقوفه ديال راسهم، وغادي يحلوا واحد الملف ديال التحقيقات اللي كان معقد لواحد الدرجه ما تتصورش. فين غبرات هاد البنت هادي؟ ياك العرس ديالها باقي ليه غير نهار. البوليس ما خلاو ما داروا، ولكن من غادي تدوز 40 يوم غتبان واحد الحقيقه اللي غادي تصدم العائله، واللي غادي تخربق البوليس، واللي ما تدخلش للدماغ. الاخوان القصه ديال اليوم نقول لكم عليها حاجه وحده، انكم منين غادي تساليوها اللي متيقن منه واللي فاهمو مزيان انكم ما عمركم ديروا الثقه ولو في الناس اللي قراب لكم. السلام عليكم الاخوان، تنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ديالكم وانتم تتفرجوا في الفيديو ديال اليوم. فقبل ما نبداو القصه ديال اليوم عندي واحد السؤال وتنتمنى انكم تجاوبوني لتحت في لي كومونتير. بغيت نقول لكم كي تيجيكم هذا المحتوى واش عجبكم، اشنا هي الحاجه اللي تبغيوني نبث لها، في الراي ديالكم مهم الاخوان باش تقدر هذه القناه تزيد لقدام. ما نطولش عليكم، نعاودني نفكرك في ديك لايك الا باقي ما درتيهاش، تنزل لي كومونتير تكتب هاشتاغ قصه وعبره ولا اي كومونتير طاح لك في بالك. فما نطولش عليكم ونبداو في سرد التفاصيل. قضيه اليوم، فقضيه اليوم غادي تدينا لمدينه سطات مع واحد البنت اللي كان الاسم ديالها نرجس، واللي كانت بنت واحد العائله اللي ميسوره ماديا. فنرجس نقدروا نقولوا انها عاشت واحد الطفوله اللي زوينه، قرات مزيان، قرات في البريفي، شدات الاجازه ديالها، بمعنى انها كانت عايشه واحد الحياه اللي هي زوينه. فغندوزو ديريكت لسنه 2013 واللي وقعت فيها هاد لافير كامله. هاد الوقيته بالضبط نرجس كان العمر ديالها 26 سنه، وكانت خدامه في واحد الصيدليه، وفوق هادشي كاملو كانت توجد العرس ديالها لانها تتعرف واحد السيد اللي كان الاسم ديالو كريم. كان ولد الناس، كان معقول، كانت بيناتهم واحد العلاقه اللي هي طويله. فكريم من توظف وخدم ولا قادر على المسؤوليه، فقال نرجس صافي ما كاينش علاش باقي نطولوا، انا غادي نجي لداركم ونهضر مع الاب ديالك، صافي انا راني باغي نتزوج. داكشي فعلا اللي غادي يوقع. كريم غادي يجيب الوالدين ديالو وغادي يخطب نرجس من والديها. بطبيعه الحال الاب ديالها قال لي الا بغات راه غادي نعطيها لك، وبطبيعه الحال مره اخرى نرجس راه ما غاديش ترفض، لان راه تتعرف داك السيد وكانت تتسنى هذا النهار بواحد الشوق اللي هو كبير بزاف. فكريم حاليا خطب نرجس، فالاب ديالها غادي يريح مع الطبله وغادي يقول لها بنتي دابا الا تزوجتي انت وهاد كريم هذا فين غادي تسكنوا؟ فالبنت غادي تشوف الاب ديالها وغادي تقول ليه وبارك عارف ان كريم راه يلاه خدم، غادي نكريو وندابزو مع الوقت، من هنا لقدام نقدروا نديروا الدويره ديالنا. فالاب ديالها غادي يشوف فيها، وكيف قلت لكم ان باك كان ميسور ماديا، غادي يقول لها اسمع بنتي انت راه عزيزه عليا بزاف وغادي نديرها لك كادو للزواج ديالك، انا غادي نشري لك واحد لابارطومون وتسكنوا فيها بزوج، هكا احسن لكم انكم تلاوحوا في هادشي ديال الكرا. فهاد الخبر غادي يعجب نرجس وغادي يعجب حتى الزوج المستقبلي ديالها اللي هو كريم. علاش وليد عاودتي لنا هاد الديتاي ديال هاد البارطما وعلاش عاودتي لنا هادشي كاملو؟ لان بكل صراحه وراه ديما تنقولها لكم في القصص ديالي، اي حاجه تنعاودها لكم راه ماشي من لعبه الاخوان، وانما تكون عندها علاقه مباشره بداك الشيء اللي غادي يوقع في المجريات ديال هذه القضيه. فراكم تعرفوا ان في التقاليد المغربيه ديالنا كاينه واحد الليله خاصه بالعروسه واللي تتسمى ليله الحنه، واللي تتكون قبل من العرس. فغادي ندوزو ديريكت لذاك النهار اللي كانت تتوجد فيه نرجس ليله الحنه. غادي تفيق مع الصباح، غتمشي للحمام هي والام ديالها وخواتاتها وصحاباتها المقربين، بمعنى دوك الناس اللي قرابين ليها واللي تتفضلهم تختارهم انهم يمشوا مع الحمام. غادي تمشي للحمام، الامور كانت غاديه زوينه، غادي تجو معاهم الشماع، تجو معاهم داك الورد البلدي، عاشوا دوك الطقوس اللي تتعيشهم اي اسره مغربيه بغات تزوج البنت ديالها، دازت الامور مزيانه. فملي غادي يسالوا من الحمام نرجس غادي ترجع هي والعائله ديالها للدار، وغادي تقرر انها تمشي للصالون ديال صاحبتها باش تصاوب وتوجد راسها، حيت غدت ليه عندها ليله الحنه. غدوي مع الام ديالها وغادي تقول لها راني زكيت مع صاحبتي الكوافوره بديعه، وراه قالت لي اي وحده غتجي في هذه الوقيته هذه راني غنردها، وراه دابا بديعه تتسناني. الام ديالها قالت لها سير بنتي الله يسهل عليك، وراني فرحانه لواحد الدرجه اللي كبيره انني اخيرا غادي نشوفك عروسه، ومن هنا لقدام غادي نشوف وليداتك. ولكن نقولوها بزاف ديال المرات ان هاد الام اخر مره
اخر مره غادي تشوف فيها نرجس غتقول لي علاش؟ لان نرجس منين مشات للصالون ما باقيش رجعات. فداز تقريبا ساعتين باش نرجس مشات عند الكوافوره بديعه، طلعت لواحد الطرشه اللي هي كبيره، الام تتسناها وباها تتسناها وخواتها في الدار كلشي تيتسناها، لان هاد البنت راه عروسه وباقي تابعينها بزاف ديال الحوايج. شاو ما هادشي في شكل. فغادي دوز 3 سوايع وباقي نرجس ما جاتش لدارهم. فانا الام بدات تفكر وتتقول هادشي ماشي طبيعي، ضروري نلبس جلابتي ونمشي نقصد الصالون ونسول بديعه، هادشي راه ما عاديش. المراه يلاه تتلبس الجلابه ديالها، تبدا تسمع الدقان في الباب، تتقول لي وصافي هي جات واخا راه تعطلات. فمشات حلات الباب، فغادي تفاجئ ان ماشي بنتها نرجس اللي تدق الباب، وانما الكوافوره بديعه. فملي شافت فيها الام ومع بنتها تعطلات قالت لها بديعه شنو واقع؟ ياك من بنتي طرات لها شي حاجه؟ فين هي نرجس؟ فهنا بديعه غادي تجاوب الام وغادي تقول لها راه هادشي علاش جيت، بنتك زكات معايا وقالت لي غادي نجي عندك باش تصاوبي لي شعري، ودازت 3 سوايع وباقي ما جاتش. فهنا الام ديال نرجس غادي تخربق لها الدماغ ديالها، لانها شافت بنتها بعينيها وتكلمت معاها وقالت لها راني خارجه عند الكوافوره بديعه، ودابا الكوافوره قدامها وتتقول لها باللي بنتك راني ما شفتهاش. فين مشات نرجس وشنو وقع لها؟ هاد الاسئله هما اللي كانوا تطرحوا العائله في هاد اللحظه بالضبط. القضيه غادي ترون، غادي ترون، لانها غادي دوز 6 سوايع والبنت ما جاتش لدارهم. فالام من مورا ما سمعت هذا الخبر من الكوافوره بديعه وقالت لها ان راه بنتك راه ما جاتش عندي كاع، كنت مزكيه معاها وما جاتش، غادي تدخل عند راجلها وغتقول ليه بنتك راه واقيلا واقع لها شي حاجه، راه قالت لي غتمشي عند الكوافوره والكوافوره راه جات عندي وقالت لي بلي نرجس راه ما شافتهاش. فالاب غادي يقول لها تتني ما عندها فين تمشي، غالبا كاينه مع الخطيب ديالها، كاينه مع كريم، هزي التليفون ودوري ليه، ياك ما تفكرات شي حاجه ولا ياك ما دورت ليه وخرجت هي وياه يقضيو شي غرض، ولا ياك ما مشاو للبارطما اللي عطيتهم يديو لها الفراش ولا تقداو شي حاجه بيديوها ليها. يعني الاب حاليا كان مرتاح لان بنته مادام ما كايناش عند الكوافوره فراه ما عندها فين تمشي، كاينه غير مع الخطيب ديالها. غادي يدوروا لكريم واللي كان تيتكلم معاه هو الاب ديال نرجس، غادي يقول له الو ولدي كريم كي داير لاباس، واش كاينه معاك نرجس؟ فكريم غادي يبقى ساكت لواحد اللحظه، غادي يقول ليه لا ما كايناش معايا، ياكشي بس ما كاينه عمي، نرجس راه ما دويتش معاها من الصباح فاش مشات للحمام، قالت لي راه العشيه غتمشي عند الكوافوره. فاخر وقيته تكلمت معاها هي الوقيته اللي كانت غاديه فيها للحمام، بحكم انه عندي بزاف ديال المشاغل وتنوجد في هادشي ديال العرس، وبحكم حتى هي انها مشطونه مع صحاباتها وبتمشي للحمام وبزاف ديال الحوايج، راه من ديك الوقيته ما تكلمناش. الاب تيسمع هادشي في التليفون وما عرفش باقي باش يجاوب مرته. المراه واقفه قدامه تتقول ليه واخا قول لي واش كاينه معاه ولا لا. غادي يشوف مرته غادي يقول لها لا ما كايناش معاه. غادي يقول لي ولدي كريم ضروري تحضر عندنا للدار دابا، مرتك راه غبر ليها الاثار، راه قالت لما غادي عند الكوافوره وراه دازت 4 سوايع، الكوافوره جات عندنا وقالت لنا باللي ما شافتهاش. كريم غادي يقطع التليفون وغادي يحضر في البلاصه للدار ديال مرته المستقبليه نرجس. فالعائله جالسه على الاعصاب ديالها في الدار، اللي تيطرطق في صباعو، اللي تيفكر، اللي تدور التليفون وتهضر مع صحاباتها، كل واحد شنو تيدير. دازت 8 السوايع. فانا الاب غادي يشوف فيهم غادي يقول لهم صافي خصنا ضروري نمشيو عند البوليس ونديروا بلاغ بحث لفائده العائله. فالاب غادي يتحرك هو وكريم غادي يمشيو للكوميساريه وتقولوا لهم باللي نرجس خرجات من الدار مشات عند الكوافوره وراه ما باقيش رجعت. فانا الكوميسير غادي يسولهم غادي يقول لهم شحال الوقيته وهاد البنت غابره، فغادي يقولوا ليه تقريبا واحد 8 ديال السوايع. غادي يقول لهم مع كامل الاسف ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه، البنت كيف قلتي راه كبيره في العمر خصنا نتسناو تدوز 48 ساعه، عاد ديك الساعه نديروا الاجراءات ديالنا. الاب بدا تيغوت وسط الكوميساريه واش انا نبقى نتسنى 48 ساعه تتوقع لبنتي شي حاجه خايبه. فالكوميسير غادي يقول ليه اسمح لي ولكن راه هذا هو القانون المغربي، منين دوز 48 ساعه ولا ما رجعتش هاد البنت رجعوا عندنا ديك الساعه وراه غادي نحلوا واحد الملف ونديروا التحقيقات اللازمه ونشوفوا بنتكم فين مشات. فتخيلوا معايا انه كل ساعه تدوز ونرجس غابره تدوز عند العائله ديالها بحال عام، بزاف الافكار تطيحوا في الراس، ياك ما هاد البنت صفاها لها شي واحد، ياك ما هاد البنت تعطفها شي حد، افكار اللي كانوا خايبين. فالاخوان دازت يومين والبنت غابره. فهنا غادي عاود نرجعوا عند البوليس وغادي يقولوا لهم نرجس ما بانش لها الاثار. فالشرطه المغربيه غادي دير الخدمه ديالها وغادي يبداو تيحققوا مع العائله. اول واحد حقوا معاه هو كريم، ريحوا معاه الطبله، سولوا على الوقيته اللي غبرات فيها الخطيبه فين كان، عطاهم المعلومات، البلاصه اللي كان جالس فيها مع من كان جالس، جاب الشهود.
تبينوا ان كريم ما عنده حتى شي علاقه ولا يد بهذا الشيء. ريحوا مع الكوافوره تتاكد لرجال الشرطه انها ما جاتش عندها كاع، وانها بسببها هي كانت تطرد الكليان وكانت تتسنى فيها. وريحوا حتى مع صحاباتها اللي مشاو معها الصباح للحمام وتاكدوا انهم منين جاو من الحمام ما باقيش شافوها، وكانوا عارفين حاجه وحده ان العشيه كانت غادي تمشي عند الكوافوره. الناس كاملهم اللي دايرين بدارجيس ولا ريحوا معهم البوليس ديما تيقولوا ان البنت في العشيه كانت مزكيه تمشي عند الكوافوره. فانا البوليس غادي يمشيو لديك الحومه والبلاصه اللي كاين فيها الصالون تيقلبوا على شي كاميرات ولا شي حاجه اللي تقدر تعاونهم في هذه القضيه. فلقاو واحد جوج الكاميرات ولكن كانوا متباعدين، كاميرا كاينه في قنت وكاميرا كاينه في قنت. هزوا التسجيلات ديال المراقبه ما بانتش فيهم نرجس ان هذه زاب ديك الطريق، فداروا واحد الفرضيه ان ربما البنت دازت تمشي طريق اخرى ولا شي حاجه بحال هكا. فالامور كانت معقده عند البوليس لواحد الدرجه اللي ما تتصورش. فتخيلوا معايا ان لمده 40 يوم البنت نرجس غابره ما بانش لها الاثر، حتى داك العرس اللي كان غادي يدار ما بقاش لان ما كايناش العروسه فبطبيعه الحال ما غاديش يكون العرس. اما البوليس فهاد الشيء سطاهم وما فهموا حتى شي حاجه. كيفاش هاد البنت اللي باقي لها نهار واحد للعرس وكانت فرحانه وبالشهاده ديال العائله ديالها وحتى الصديقات ديالها تخرج من الدار ويغبر لها الاثر؟ شي حاجه ماشي هي هذيك في هذه القضيه. فالشرطه المغربيه بدات تتبان لهم ان هاد لافير غادي تسد. ولكن ملي تنقول لكم هاد الكلمات ولكن تنقصد ان شي حاجه غادي تقلب في هاد لافير كامله. طر واحد النهار الام ديال نرجس مريحه في الدار غادي تسمع الدقان في الباب، غتمشي غتحل الباب باش تعرف شكون. غتلقى صاحبه بنتها اللي كان الاسم ديالها ساره. هاد البنت ما دويت لكمش عليها من النوبه الاولى باش ما نخسرش لكم القصه. هاد ساره هادي كانت من البنات اللي مشات مع نرجس للحمام، وكانت من البنات اللي مقربين منها لواحد الدرجه اللي هي كبيره. هاد البنت نهار غبرات فيه نرجس وقع ليها واحد المشكل في العائله ديالها. خوها دار واحد الحادثه اللي كانت خايبه في واحد المدينه وقررت انها تمشي تريح مع خوها حتى يولي شويه في صحته. فمني ولا خوها بخير رجعت لمدينه سطات وقصدات الدار ديال نرجس لان كان في راسها كل شيء. راكم تعرفوا التليفون الاخبار هي تنتشر. جات عند الام ديال نرجس دخلت عندها للدار قالت لها خالتي والله ما عرفت اش نقول لك، راه ضرني خاطري وراك تبيت نجي عندكم منين انت، ولكن راكي عارفه خويا وقع ليه واحد المشكل اللي كبير وصحته كانت راجعه اللور فبقيت مقابلاه حتى ولا بخير. واش ما عندكمش شي خبر عليها؟ غتقول لها غنقول لك بنتي ساره، البنت من النهار اللي كنتو معاها في الحمام العشيه اللي مشات للكوافوره راه من تما ما باقيش رجعات. قالت لي غادي نمشي عند الكوافوره دازو سوايع بقيت تنتسنى حتى جات الكوافوره عندنا للدار وقالت لينا باللي البنت راه ما جاتش عندي كاع. فانا صراحه تقول لها بلاتي خالتي كيفاش ما جاتش عندها؟ ما يمكنش. غتقول لها الام ديال نرجس اش اللي ما يمكنش يا بنتي؟ غتقول لها داك النهار اللي كنا مع بنتك في الحمام ملي سالينا من الحمام جات للدار تما جاني واحد الاتصال هاتفي باللي خويا دار واحد الكسيده خايبه، فتما عرفت انني ما غاديش نحضر العرس ديال بنتك وما غاديش نحضر الليله ديال الحنه ديالها. فقررت انني نجي عندها للدار باش نقول لها هذا الشيء ونقول لها سمحي لي بزاف صاحبتي نرجس راه ما كرهتش نحضر العرس ونحضر ليله الحنه، ولكن هانتي تشوفي راه وقعت كسيده خايبه لخويا. فانا جاي عندكم للدار تتبان لي نرجس من البعيد واقفه قدام الصالون قصد الصالون بد تدخل ليه. تما عيطت لها قلت لها نرجس راه لقيتني يلاه جايه عندك للدار وبغيت نقول لك شنو وقع، راه خويا دار واحد الكسيده خايبه ما يمكنلاش نحضر ليله الحنه ما يمكنلاش نحضر العرس. فعنقاتني وقالت لي ما كاين حتى شي مشكل اختي راه انت اعز صديقه عندي وبقات تدعي لي مع خويا. وراه منين تسامت معاها رجعت في حالاتي وشدها بعينيا حتى دخلت للصالون. فالام ديال نرجس وهي تسمع هذا الكلام اللي تقول لها ساره العقل ديالها طبلوكه. عرفتوا علاش الاخوان؟ لانها تتفكر الهضره اللي قالت لها الكوافوره. قالت لها الكوافوره باللي بنتك راه ما جاتش عندي كاع. والبنت ساره قدامها دابا تقول لها باللي شافت نرجس حتى حلت الباب ديال الصالون ودخلت ليه. شي حاجه ماشي هي هذيك. فهنا الام ديال نرجس غادي تطور راجلها وغادي تطور الخطيب ديال بنتها اللي هو كريم. كلشي غادي يتجمع في الدار وغادي تقول لساره الله يرضي عليك يا بنتي لا ما عاودي لهم هذا الشيء اللي عاودتي لي قبيله. فصار داكشي اللي عاودت للام ديال نرجس غادي تعاودوا للعائله كامله. كلشي تيتصنت ليها وكلشي حاس انه وسط هذه القضيه كاين شي حاجه ما مفهوماش. علاش الكوافوره كذبت علينا وعلاش قالت لنا باللي نرجس ما جاتش عندها؟ فغادي يقرروا انهم ينتقلوا عند رجال الشرطه وغادي يعاودوا لهم هذا الشيء كامله. وكانت حاضره معاهم ساره واللي تتاكد
انها شافت بعينيها تدخلات نرجس عند الكوافوره. فرجال الشرطه ملي تصنتوا لساره سولوها واحد السؤال قبل ما يبداو حتى شي حاجه. قالوا لها اسمعي مزيان، بغيناك تجاوبينا على هذا السؤال وتكوني متيقنه منه بدرجه اللي هي كبيره. واش الوقيته اللي كنتي واقفه مع نرجس قدام الصالون، واش مولات الصالون اللي هي الكوافوره واش شافتك؟ فساره غادي تقول لهم لا راه ما شافتنيش لان الكوافوره كانت لداخل. قالوا لها مزيان صافي، هذا هو الجواب اللي بغينا. فغادي يهزوا الطوموبيلات ديالهم وغادي يقصدوا الصالون تلقاو الكوافوره كاينه فيه، غادي يخرجوها. هي غير شافت البوليس ولات كامله تترعد، ولغه الجسد تاعها كانت تبين بزاف ديال الحوايج. شنو كانت تبين وليد بالضبط؟ البنت كانت مرعوده وخايفه. من تما تتقول لهم شنو بغيتو عندي، ياك ما جايين على ود نرجس ولا شي حاجه، انا ما عارفه والو. باقي ما قالوا لها حتى شي حاجه. غادي يقولوا لها ما غنقولوا لك حتى كلمه هنايا، غتمشي معنا للمركز ديال الشرطه وعندنا بزاف ديال الاسئله بغينا نسولوهم لك. فالكوافوره من حطوها قدامهم قالوا لها رجال الشرطه قلتي للام تاع نرجس باللي راه ما شاتش عندك، ياك هادشي اللي كاين، وحتى حنا ملي لحقنا معك في النوبه الاولى قلتي باللي ما شفتيهاش. تتخرج في عينها وتتقول لهم راه هادشي هو اللي وقع، البنت زكات معايا وما جاتش عندي. مزيان، ولكن كاينه واحد السيده اللي تتقول الخلاف ديال هاد الهضره كامله، واللي هي ساره، واللي صاحبه نرجس، وراه حتى انت تعرفيها، وراه شافت نرجس حتى دخلت عندك. البنت بدات تتخرج في عينيها وتتقول لهم لا ما جاتش عندي، هذيك غير كذابه. فغادي يدخلوا ساره وغادي يديروا لهم المواجهه. ساره كانت تدوي بكل ثقه في النفس انها شافت نرجس حتى دخلت. والانسان اللي تيقول الصراحه قدام البوليس تيكون باين، وراكم تعرفوا الشرطه انهم تيقدروا يقراو الانسان من القريماس ديال وجهه، من الحركات ديال الجسد ديالو. ساره كانت مثبته وتتقول لها اسمعي مزيان، انا شفت نرجس حتى دخلت عندك. ولكن الكوافوره كانت تتخرج في عينها وتتقول ما جاتش عندي، والجسد تاعها تيقول حاجه اخرى، تيقول ان هاد السيده تتكذب. فالبوليس من يحسوا بهذا الشيء غادي يحتفظوا بها عندهم، وغادي يطلبوا اذن من وكيل الملك باش يدخلوا لذاك الصالون ويفتشوه بلاصه بلاصه، لانه حاليا بداو شاكين فيها. ماشي بعيد هي اللي تكون من مورا هذا الشيء. قبضوا اذن من وكيل الملك، مشاو لذاك الصالون، بداو تفليوه بلاصه بلاصه. وداك الصالون كان فيه التحت وكان فيه الفوقي. فمن يطلعوا لذاك الفوقي ديالو غادي يلقاو واحد الحلقات اللي كانوا محطوطين في واحد البلاصه، حلقات اللي كانوا تيبانوا بحال مخبين. البوليس شكوا فيهم بطبيعه الحال، هزوهم واحتفظوا بهم عندهم. فمن عيطوا للعائله ديال نرجس وسولوهم، قالوا لهم واش هاد الحلقات ما عمركم شفتوهم؟ الوالدين غير غادي يشوفوهم. الاب براسو غادي يقول لهم انا اللي شريتهم لبنتي 5 سنين هادي في عيد ميلاد ديالها، هادوك تجيو لبنتي، انا متيقن هادشي اللي تنقول لكم. فالبوليس غادي يقولوا ليه اسمع سيدي، واش انت متيقن ولا غير شاك؟ غادي يقول لهم لا انا متيقن هاد الهضره تنقول لكم وعندي الدليل عليها. فمشى للدار وجاب لهم واحد التصويره ديال بنته اللي كانت لابسه فيهم نفس الحلقات. فهاد الشيء غادي يواجهوا به الكوافوره وغادي يقول لها هاد الحلقات ديال نرجس ولقيناهم عندك وسط الصالون، اشنو تيديروا؟ البنت كل مره وشنو تتقول؟ مره تتقول نساتهم عندي، مره تتقول عطاتهم ليا. بدات تدخل في الهضره. فهنا غادي تدخل الخدمه ديال البوليس ديال المعقول، وغادي يزيروا معاه. وراكم تعرفوا الشرطه المغربيه كيف دايره، فاش يكونوا شاكين فيك ولا متيقنين انك انت اللي من مراد الشيء كامله، كاينين اساليب والاساليب تختلف. البنت غادي تقرر انها تعترف بكل شيء وتقول لهم الحقيقه الكامله وشنو وقع وسط داك الصالون. البنت نرجس زيرو معايا الصنطه وورقوا على قلبكم، لان هادشي اللي غادي تسمعوا دابا ما ساهلش الاخوان. فهاد الشيء اللي غادي نعاود لكم دابا هما الاعترافات التفصيليه ديال الكوافوره بديعه. بعد ما زيروها البوليس عاودت لهم كل شيء وعاودت لهم لافير من الاول حتى الاخر. دابا غادي نعرفوا شنو وقع بالضبط نرجس. فبديعه قالت للبوليس ان السيد اللي خاطب نرجس اللي هو كريم كانت معاه على علاقه اللي المده ديالها 4 سنين. كانت تبغيه لواحد الدرجه اللي ما تتصورش، وكان موعده بالزواج وبزاف ديال الاحلام. ولكن منين دازو دوك السنوات بحال نقولوا ان كريم بدا تيبرد ليه قلبو على هاد بديعه هادي، فولا تيشوف مع صاحبتها اللي هي نرجس واللي كانت في نفس الوقيته بنت عمته. عجباتو هذيك البنت ودخلت ليه الخاطرو، ولا تتقرب منها ولا تتبعها في الزنقه. شد من عندها نمره التليفون ولا تيتكلم وياها وقال لها راني كنبغيك وصبري معايا واحد شويه غادي نتزوج بك، بمعنى انه ولا تتسطى عليها. بديعه تفعلتوش
وصافي ما باقيش عنده بها غرض. بديعه منين حسات بكريم ولا تتهرب منها ولا تتحل معاه الباب ديال الزواج، تقول له ضروري خصك تجي لدارنا. هي حتى لهاد الوقيته بالضبط راه ما كانتش عارفه ان كريم ولات عنده علاقه بصاحبتها نرجس. فكريم جا عند بديعه من الاخر وقال لها واش انت مسطيه، واش انا غادي نتزوج بكوافوره؟ راه العائله ديالنا ما تقبلش ليا انني نتزوج وحده خدامه في صالون ديال الحلاقه. البنت ما عجبهاش هذا الشيء، ولكن مع المده غادي تكتشف ان صاحبتها نرجس ولات عندها علاقه بكريم الدري اللي تتسطى عليه. وفوق هذا الشيء اكتشفت ان نرجس ما بقى ليها والو وتزوج بكريم. هنا غادي ندير واحد الوقفه باش نوضحوا الامور. انا بكل صراحه وانا تنبحث في القضيه ما عرفتش واش نرجس كان في راسها ان كريم عنده علاقه بهاد الكوافوره اللي هي بديعه، واش بديعه كانت تتعاود لها على العلاقه ديالها بكريم، الله تعالى اعلم. ولكن اللي تنعرف واللي تنعرفوا دابا حنا كاملين ان كريم ما بقى ليه والو يتزوج بنرجس. وبديعه هاد الشيء ما كانتش متقبلاه بشكل نهائي، وقال ضروري غادي ندير حد لهاد البنت اللي دات لي الحب ديال القلب ديالي. فالمده طويله وهي تتخطط وتتفكر وتتهندس وتتقول اشنو هي الطريقه اللي نحيد نرجس من الطريق بلا ما يسيق ليا حتى شي واحد الخبر. فطاحت لها واحد الفكره واختارت النهار اللي غادي دير فيه هذا الشيء هو النهار اللي غادي يسبق ليله الحنه. جات عندها نرجس وقالت لها راه غادي نجي من الحمام وغادي نجي عندك باش تصاوبي لي شعري. فقالت لها بديعه كوني هانيه، انا غادي نخوي الصالون هذا النهار كامل على قبلك انت صاحبتي. غتولي عروسه فرحانه ليك لواحد الدرجه اللي ما تتصورش. ولكن اللي ما كانتش عارفه نرجس انها غادي تدخل لذاك الصالون وعمرها باقي غادي تخرج منه. فالوقيته اللي نرجس قالت للام ديالها انها غاديه للصالون، فعلا كانت غاديه للصالون وتلاقات مع صاحبتها ساره قدام الباب ديال الصالون. لان كيف قلت لكم ساره كانت جايه عندها باش تعتذر منها انها ما غاديش تجي ليله الحنه وما غاديش تجي للعرس. تلاقاو قدام الصالون، هضرات هي وياها تعانقوا، ساره مشات في حالتها. وكيف قالت ساره للبوليس انها شافت نرجس تدخلت للصالون، دخلت لقات بديعه تتسنى. وهذا هو الغلط اللي دارت بديعه، انها ما كانتش عارفه ان ساره كانت برا الصالون وشافت نرجس تدخلت. فعلى كل حال دخلت نرجس بدات خدامه لها في شعرها، حطت لها واحد الكاس العصير قالت لها كشربي هذا راكي انت عروسه اليوم غادي نكبروا بك غادي نطلع فيك وفوق هذا الشيء ما غاديش نتخلص من عندك، اعتبريه بحال كادو ديال العرس. البنت كانت فرحانه لواحد الدرجه ما تتصورش. ففي ديك الوقيته اللي كانت تشرب في داك الكاس الجغمه الاولى الجغمه الثانيه الجغمه الثالثه غادي بدات تحس بواحد لوجع في الكرش ديالها. ففي الوقيته اللي كانت خدامه ليها بديعه في الشعر بدات تشوف ان البنت تشد في كرشها وهي تقول لها نرجس شي حاجه ماشي هي هذيك، تنحس بواحد الوجع في كرشي. غير قالت هذا الكلام هذا وتجهد على هذاك الوجع. البنت بدات تتغوط وتتقول لها راه تنحس بمصارني تيتقطعوا. قالت لها عرفتي شنو نديروا؟ غنطلعك الفوق راه كاينه الطواليت وحاولي ترديو التقيه ياك ماشي حاجه كليتيها في الدار ولا شي حاجه بحال هكا. فعلا طلعتها للفوق، ولكن علاش؟ باش تسد عليها وما يسمعها حتى شي واحد. حطت البنت في الطواليت وسدات عليها. عرفتوا واش دارت الاخوان هاد الكوافوره هادي؟ سدات الصالون ديالها ومشات لدارهم تكات. علاش؟ باش تسنى هذيك الماده اللي كانت ديرها وسط العصير دير المفعول ديالها. دازت 3 السوايع غادي تدخل الصالون، غادي تدخل وهي طالعه مع الدروج غتبان لها نرجس متكيه فوق واحد الطرجه قدام الامانه امانته. بمعنى ان نرجس خرجت من الطواليت وكانت تحاول انها تنزل، تحاول تقلب على شي واحد اللي عتقها في ذاك الموقف اللي كاينه فيه. منين تيقنا ان نرجس قدام الامانه امانته مشى جاب واحد الباليزه اللي كانت كبيره وتناتها وخشتها وسطها، زيرات هذيك الباليزه وحطتها في واحد البلاصه في الصالون ومشات قاصده الدار ديال نرجس باش تحيد عليها الشبهات كاملين. دقات على الام ديال نرجس، خرجت عندها قالت لها خالتي راني تنتسنى بنتك وزكيت معاها وبزاف ديال الحوايج وراه ما جاتش عندي، باش تبين العائله كامله انها ما شافتش البنت هذاك النهار. فمني قالت لهم هادشي كامل رجعت للصالون، هزات هذيك الباليزه عيطات لواحد المول الهوندا ولقات واحد الشميكير وسط هذيك الدريبه، عيطات ليه عطات واحد 100 درهم قالت لي عاوني نهز هاد الباليزه. فالدري منين هز ديك الباليزه كان تيحس بها انها ثقيله فيها شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن ما سول ما حتى شي حاجه لان هذيك 100 درهم كان محتاجها يقدر يشري بها كارو يخرج بها للقهوه، ما عندوش علاش يسول. فغادي تسولني وغادي تقول لي واخا ولكن شنو درت بهاد الباليزه؟ غادي نوقفك هنايا وغادي نقول لك ان الام ديال بديعه كانت خدامه ديال الميناج في واحد الفيلا ديال شي ناس اللي ساكنين على برا وكانوا عاطينها الساروت ديال هذيك الفيلا. فبديعه فكرت مزيان وكانت مخططه لاي حاجه غادي ديرها.
مشات هزات ديك السارود ديال الفيلا اللي تتخدم فيها الام ديالها، بحكم ان هاد الناس موالين الفيلا ساكنين على برا ومخلين هاد السارود الام ديال بديعه، ما كاين حتى شي واحد وسط ديك الفيلا. هزات هذيك السارود، جابت داك مول هوندا وقف قدام الفيلا، هبطت هذيك الباليزه ديالها ودخلت على داخل الجرده. فالمده ديال 6 سوايع وهي تتحفر وسط ديك الجرده، هبطت وسط الباليزه، دارت عليها التراب، دارت عليها شويه ديال الربيع، خرجت في حالتها، قالت ما عمر شي واحد غادي يوصل ليا، صافي تهنيت من هذيك اللي دات ليا الولد اللي تنبغي. رجعت للدار ونعسات، نعسات داها النعاس بحال ما درت والو، وتقول انها عطاك راه حقها، هي دات ليها الدري اللي تتبغي واللي واعده بالزواج حرمتها منه، فهي قررت انها تحرمها من الحياه. هادشي كامل اللي قلت لكم دابا هو الاعترافات ديال بديعه الكوافوره قدام الشرطه القضائيه. غيزوا ليها التقرير، صيفطوها قدام القاضي، وقفات قدامه، سولها قال لها واش عندك ما تطيفي، قالت لي هادشي الله عطا الله، فعطاها عقوبه ديال المؤبد. بديعه غادي تدوز حياتها كامله ما غاديش تشوف الضوء. بسبب شنو؟ بسبب واحد الفكره اللي غبيه، لانها دات لها صاحبها ولا دات لها الانسان اللي كانت تبغي واللي كان موعده بالزواج. فكريم غادي يكمل حياته بحال ما وقع والو، بديعه ما عمرها غتشوف الضوء، اما نرجس كانت هي الضحيه في هذه القضيه. فقصه اليوم غادي تكون سالت هنايا، تنتمنى انها تكون عجباتكم وفي نفس الوقت تكونوا خديتوا منها العبره والفائده. ثقه الاخوان ما تجينا في حتى شي واحد ولو في اقرب الناس لك. حتى لهنا غنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، نتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.